صباح الخير على الناس كلها. النهارده هناخدكم في مغامره جديده. اكيد عرفت انا فين، محميه راس محمد، البوابه الشهيره ورايا. بعد ما قطعنا التيكتس، وعلى فكره 50% على التيكتس، هعرفكم النهارده على اهم الانشطه اللي ممكن نعملها النهارده. يلا بينا نبدا. من أجمل الأماكن اللي موجودة في محمية راس محمد هي قناة المنجروف، اللي بنلاقي فيها أشجار المنجروف. أشجار المنجروف دي يا جماعة من أغرب الأشجار الموجودة في العالم، لأن هي بتنمو في المياه المالحة زي ما انتم شايفين. الشجرة دي نادرة جدا وموجودة فقط في 4 أماكن حول العالم. فتعالوا مع بعض نقرب كده ونشوف الشجرة العجيبة دي. اللي احنا شايفينها قدامنا دي، اللي عامله زي تيوبس كده زي القلم الرصاص، هي دي جذور شجره المنجروف. دي وظيفتها ان هي بتقوم باستخلاص الميه المالحه وبتوصلها وبتوصل الاكسجين للشجره. لو قربنا شويه من شجره المنجروف هنلاقي البلورات الملحيه اتجمعت وطلعت على الاوراق بتاعه الشجره زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. الشق الزلزالي موجود بطول 42 متر، هو منفصل تحت الارض واصل لغايه البحر. عمق الشق الزلزالي 14 متر، والعرض بتاع الشق تقريبا حوالي متر. طبعا الميه بتختلف حركتها مع حركه المد والجزر، ونشوف الميه بيبدا يرتفع وينخفض زي ما انتم شايفين دلوقتي. دلوقتي وصلنا لمكان من أجمل الأماكن في محمية راس محمد، وهي البحيرة المسحورة. أنا عايز بس أفرجكم جمال المكان عامل إزاي. دي قصة بقى بتقول إن لو أنت مفتح حجر ورميته جوه البحيرة المسحورة دي، بعد ما تتمنى أمنيتك هتتحقق. فيلا بينا نجرب. وصلنا دلوقتي يا جماعة لمحطتنا التالية، وهي البحيرة المالحة أو السوبر. البحيرة المالحة فيها نسبة ملوحة أزيد شوية من باقي البحر الأحمر، وده بينعكس على لون البحيرة ولون المية في البحر. وهنا هتقدروا تشوفوا الملح طالع على الشط. شايفين الشكل عامل ازاي؟ سبحان الله. وصلنا منطقة اسمها شارك اوبزرفاتوري أو منطقة البلكونة، فهناخدكم نعمل هايكنج شوية صغيرين.